بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. الزمالك رايح على فين؟ الزمالك رايح على فين؟ ومجلس الإدارة فين؟ تخيلوا هان اسم الزمالك على مجلس إدارة إنه يطلب من كابتن تامر عبد الحميد دونجا وحازم إمام إن هما يجمعوا لعيبة واخدة أجازات، لعيبة مش جاهزة، لعيبة ما اتدربتش، لعيبة لسه عايزة كارنيهات، لعيبة ملهاش عقود. يلا مشي حالك. شوف وصل الحال، نمشي حالك. اعمل اي فرقه وخلاص. قضوا واجب. هان عليكم اسم الزمالك للدرجه دي؟ هان عليكم اسم الزمالك للدرجه دي؟ ولفت نظري حاجه غريبه جدا ان الاستاذ ممدوح عباس المتواجد في اسبانيا كان بيأدي اعياد الكريسماس، يتصل ويقول لهم الجدعانوا يا ولاد ولا جدعانوا يا عيال على حسب التعبير اللي سمعته، هديكم مكافأة لو فزتوا على الاتحاد السكندري. ايه علاقة الأستاذ ممدوح عباس؟ هل الأستاذ ممدوح عباس هو صاحب قرار إن اللعيبة الكبيرة ما تلعبش؟ هل الأستاذ ممدوح عباس أحد أسباب التمرد اللي حصل؟ هل الأستاذ ممدوح عباس هو المسؤول عن إدارة الفريق؟ تخيل لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي لم يتم حسم أمر المدير الفني. تخيل حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها دي لم يتم اختيار مدير فني بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف. تخيل لحد الفترة اللي احنا قاعدين فيها دي اللعيبة مش عارفة راسها من رجليها. تخيل وقتنا هذا الزمالك مش عارف هيرجع يلعب يتدرب في ملعب النادي ولا هيفضل في الكلية الحربية. وطاقة سلبية بيديها لنا أعضاء المجلس. يكفي تصريحات نير الأحمر عضو مجلس الإدارة وإحنا في كارثة. ده نير الأحمر يعني سودتها على الآخر. تصريحاتها دي كارثة. دي يعني بتقول لك لو بعنا لعيبة مفيش فايدة. برضك المشكلة هي لو مش عارف عملنا ايه برضك مفيش، فهي مكحلاها. امال في ايه؟ ايه اللي وصل النادي للمرحلة دي؟ قاعدة تتم مع معتمد جمال، وبعدين يقول لك جون ادوارد جاله تليفون، خلاص الاتفاق اللي تم اتلغى في ثواني. طارق مصطفى لا، جون ادوارد ما بيكرهه ما بحبوش. كابتن طارق يحيى قال لك الزمالك محتاج الايام دي مش مدرب، محتاج ساحر. محتاج ساحر. لان جاي اللي هيجي على كوارث. والمجلس اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول. مش احنا اللي بنقول، المجلس اللي بيقول اللي فيه كوارث. فرقة انت بتجمع فرقة ما لعبتش، لعيبة واخدة اجازة، مشي حالك خلص. هو ده الزمالك؟ هو ده الزمالك؟ طبعا مش فاضيين. الاستاذ حسام مندوب عنده انتخابات برلمانية اعادة والاستاذ هشام نصر مش عارف فين والكابتن حسين السيد بيحاول. هو صاحب فكرة التعاقد او يعني فكرة عرض اسم معتمد جمال. الزمالك رايح فين؟ هتبيع لعيبة هي دي خلاص الحل؟ اللعيبة بتفسخ عقودها، هتبيعهم ازاي؟ ما انت لو كنت تبيع بقى كنت بيع بقى صلاح مصدق وصعب نتايج وجفالي ومعالي. الناس اللي فسخت عقودها دي كنت بعتها كنت استفدت منها، ما كده كده مشيت يعني.
اديك مستني ان بيراميدز بقى يتعطف عليك ويشتري ناصر ماهر في فتره انتقالات شتويه ويديك مبلغ محترم. لكن الاستاذه نيره بتقول لك لا مش هينفع، حتى لو احنا بعنا العيد برضك الدنيا هتبقى بايظه. حل لازم المسؤولين يتدخلوا، لابد من تدخل المسؤولين لإعادة الزمالك. يا جماعة الزمالك يعني سقوط الزمالك هو سقوط للرياضة المصرية، أحد قطبي الكرة المصرية. مشاكل في كل حاجة، مشاكل في جميع الألعاب. نص لعيبة السلة ما بتحضرش، والطايرة ما بتحضرش، متغيبين، تمرد، ما بيحضروش. والسؤال الآن أين رجال أعمال الزمالك؟ فين معنا ال 35 رجل أعمال؟ أين هم؟ أين هم رجال الأعمال ال 35 اللي المجلس قال عليهم في بداية أو في الحملة الانتخابية؟ سيبك إن إحنا معانا من 200 مليون جنيه في الصندوق، سرقوا الصندوق يا محمد، ده كان مفتاحه معايا. فاكرين الجملة دي اللي كان بيقولها عادل إمام؟ أين رجال الأعمال؟ أين رجال الأعمال؟ راحوا فين؟ لكن هي قصة يا جماعة، أنت لو جبت لهم مليار جنيه مش هيعملوا حاجة. ليه؟ لأن الإدارة غلط. أنت مش عارف تدير. أنت جالك يعني أكتر من 2 مليار وضيعتهم. أنت واخد قروض ما يقارب المليار، سواء من البنك، من بنوك، أو من رجال الأعمال، أو من أعضاء المجلس. أنت عندك دخل الكورة 900 مش عارف كام، 980 مليون جنيه، لكن أنت بتضيع بتجيب. ده أنت كفاية بس فريق اليد، شفت جبت له كام مدرب أجنبي ومشي. شوف اللعيبة جبتها ومشيت، ياسر حمد على مش عارف متيابة على مش عارف كذا لعيب مشي، ما استفدتش حاجة. وكل لعيب بيمشي بيشتكيك، مش مخلص معاه. يعني مش عارف مين عبقري بيعمل عقود، وانت جبت مدير تعاقدات بياخد له مش عارف كام في الشهر ولا في السنة، بياخد له أكتر من مليون جنيه وما بيعملش حاجة، عشان هو تبع شركة العاصي، محمد العاصي، اللي هي تبعها جون أدوارد برضه. كوارث، كوارث كتيرة، كوارث، كوارث. وبعض يسألك يقول لك انت ما عندكش الأخبار السيئة. انا عندي الأخبار السيئة، ما المجلس بيجيب الأخبار السيئة وانا بجيب حاجة؟ اتمنى. هننتظر، هنشوف مين المدير الفني الجديد للزمالك. ما زلنا في الانتظار، وأنتم أيضا ما زلتم في الانتظار. شكرا.